السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في قناة وجبتي على السريع. اليوم إن شاء الله هنشوف مع بعض كيف نسوي أسهل طريقة لمكرونة الفوتوتشيني بالصوص الألفريدو، صوص الكريمة. مرة لذيذة وبسيطة وسريعة في نفس الوقت. وبالمكونات هنحتاج صدر دجاج مقطع إلى قطع صغيرة، وصدر دجاج كامل خليته هنا عشان في الأخير أبغى أزين فيه الطبق. هذه خطوة اختيارية، ممكن نقطعهم كلهم ونخليهم كلهم زي بعض. هنحتاج زيت، هنحتاج شوية من جوز الطيب، هنحتاج فلفل أسود، وهنحتاج مرق دجاج، هنحتاج بصلة صغيرة مقطعة صغيرة، 200 ملي من الكريمة الطبخ، وهنحتاج مكرونة الفوتوتشيني، وهنحتاج توم مهروس، وهنحتاج شوية ملح. هناخد قدر فيه موية مغلية تكون تغلي كويس، وهنحط فيها ملعقة صغيرة من الملح ونسلق المكرونة. ونخليها تتسلق. في هذه الأثناء نجهز مع بعض الدجاج. هناخد مقلاة نخليها تسخن كويس ونحط فيها شوية زيت، ونحط شوية زبدة. نسيت في المكونات ما قلت لكم زبدة. الزبدة ونخليهم يطبخوا. هنا أخذت صدور الدجاج اللي كانت متقطعة معنا وتبلتها بشوية فلفل أسود وملح وشوية ثوم، ونضيفها لخليط الزبدة والزيت. ونخلي لين ما يتحمر معنا كويس. كده الدجاج تحمر معنا، نشيله على جنب. ونضيف شوية زيت. في نفس المقلاة هنطبخ البصل. بعد ما تحمر معنا البصل الحين نضيف الثوم. ونضيف الدجاج اللي طبخنا. هنضيف بس القطع الصغيرة اللي قطعناها، قطعة الصدر الكاملة اللي طبختها معاه هخليها لتزيين الصحن. والحين هنضيف فلفل أسود وشوية من جوز الطيب ومرق دجاج. هنضيف شوية ملح. والحين هنضيف شوية من موية سلق المكرونة، الموية اللي سلقنا فيها المكرونة ناخد منها شوية، يعني تقريبا كوب صغير زي كده، لأن موية المكرونة فيها نشا نزل من المكرونة، فما نحتاج لا نضيف لا دقيق ولا شي، هي حتسقي لنا الصوص. نخليها تغلي كويس. خلاص بعد ما غلي معنا الشوربة تقريبا كده، شوربة الدجاج، الحين هنضيف الكريمة.
هنا ممكن نضيف شوية من رشة البقدونس، طبعا حركة اختيارية، ممكن تحطوها ممكن لا، بس أنا أحب طعم البقدونس في المكرونة يطلع مرة حلو. والحين نضيف المكرونة اللي سلقناها، ونحركهم كويس عشان تتشرب الكريمة. ونرش عليها شوية من الجبنة اللي متوفر عندكم، بس أحسن شي جبنة البارميزان، هي أحسن جبنة يعني تعطي طعم مرة حلو للمكرونة. خلاص كده المكرونة صارت جاهزة، ما باقي إلا نحطها في صحن التقديم ونشوف شكلها النهائي مع بعض. والحين نحط المكرونة في صحن التقديم. شايفين ما شاء الله كيف جوسي وكريمية وريحتها مرة حلوة تجنن. أكيد لما حجربوا الوصفة إن شاء الله حتعجبكم، لأنه بصراحة ما تفرق نهائيا عن مكرونة المطاعم، نفس الطعم. خلاص كده نحطها في الصحن ونحط عليها قطعة الدجاج اللي حمرناها مع بعض، اللي سبناها في الأخير مو مقطعة، بهذه الطريقة كزينة بس من فوق، ونرشها بشوية بقدونس. وكده المكرونة فيتوتشيني بالصوص الأبيض، صوص الألفريدو، صارت جاهزة. أتمنى أنكم تجربوها وتعجبكم، وأشوفكم في وصفة جاية إن شاء الله.